نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها وشفيعنا يوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تسليما طيبا كثيرا مباركا فيه. السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا ربي. فيديو اليوم مثل ما قرأت في عنوان الفيديو، اليوم راح نسوي الكبة الموصلية. هنا طبعا قبل لا نبلش، اذا مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة، فعلوا جرس اشعارات، خلوه على الكل، واكيد خلوا لايك لهذا الفيديو. الصراحة بهذا الفيديو كلش تعبت بالمونتاج، وصورت تقريبا مرتين او ثلاثة، وراح تعرفوا طبعا السبب. تابعوا الفيديو للنهاية وراح تعرفوا ليش تعبت بالفيديو. هنا خلونا نبلش بالحشو. سويت اللحم، طبعا خليته بدون زيت وبدون دهن، خليته هو اكيد بيليه، فخليته ينحمس ويا الليه، خليته ينحمس عفوا بالليه. فهنا نضفته الى ان حمس وتغير لونه، رميت بصل محضرة الطعام وخليته وبلشت احمس بالبصل. واكيد طبعا كلكم تعرفون تسوون حشو الكبة. فهنا راح اضيف البهارات، وراح اضيف الكشمش، وراح اضيف شوية كرفس وشوية معدنوس. طبعا الكرفس والمعدنوس اكيد اختياري، اللي يحب يضيف اثنين سوا، او اللي يحب يضيف فقط كرفس او فقط معدنوس. وبالنسبة الي المتابعين يعرفون انا احب اضيف ويا الحشو، احب اضيف طماطة، حبة طماطة وحدة اثرمها ناعم تنطيها طعم كلش طيب. فهذه الطماطة اكيد حسب الذوق وحسب الرغبة. وهنا ضفت البهارات اللي هي ضفت بهارات كاري، وضفت بهارات كمون شوية، وبهارات كبة، وانتظر الى ان تحمس. وبعدين حتى اضيف الطماطة ايضا احمسها شوية، طماطين مثل ما قلت لكم وحدة تنطيها طعم طيب. بعدين اضيف الكشمش، واكيد اضيف الملح. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وهنا بعد ما استوى الحشو ضفت الكرفس والمعدنوس وطفيته طبعا حتى لا يذبل. من اضيف الكرفس والمعدنوس اطفي الجدر حتى لا يذبل عندي. طبعا كده هذه الخطوة اختيارية. هنا الجريش والبرغل طبعا هذا كامل مال كوبة جاهز. اذا حابين انتم تخلطوه بيدكم، كل كوبين جريش تستخدمون مقابيله كوب واحد برغل. هنا انا استخدمت كيلون، فقلت ليش اعجنه بايدي، خليني استخدم العجانة الكهربائية افضل. وتعرفون جريش شوية قوي. خليت شوية فلفل اسود، وراح اخلي شوية كمون، وراح اخلي بهارات كبة شوية، واضيف اكيد الملح كما تشوفون. وهذا الملح طبعا كبة الجريش تحب شوية الكمون، يعني صراحة اذا ما عندكم كمون لا تسوون الكبة مال الجريش، لانه ما احسها طيبة الا بالبهارات مال الكمون. يعني حتى اذا حطيتوا بهارات كبة لازم شوية كمون تحطون اياه، تنطيها نكهة نفس مال السوق بالضبط، كلش طيبة. هنا راح اخلي اول مرة بس اخلي البهارات شوية تختلط، البهارات والملح، وبعدين راح اضيف المي. بالنسبة للمي طبعا المي حسب الجريش، يعني هم نفس الطحين، يعني صراحة ما اقدر انطيكم مقدار، لانه مرات قسته مرتين، مرات ياخذ كمية قليلة، مرات ياخذ اكثر. فبالنسبة لي هنا اخذ من عندي 3 كواب وشوية مي. كيلوين جريش طبعا هذا هو جاهز، اخذ من عندي 3 كواب طبعا مي دافي وشوية. فما اعرف حسب، مرات ياخذ اكثر، مرات ياكل شنو، مرات ياخذ اقل. هنا بعد ما خلطته بالعجانة، هسه راح اضيف هذا المي الدافي، وراح اخلي هذا الكوب يعني مثل الابللة البرغل والجريش، مثل اللي يتبلل احنا نقول، يصير مثل الرمل، اتاكد من عنده انه شرب المي كليته. فهنا انا ضفت كوب ونص تقريبا، شوفوا هنا مثل الرمل يصير. وبعدين اغطيه 10 دقائق، هذا صار جاهز يعني كله صار بمي. فاغطيه 10 دقائق، وبعدين عجنه مرتين 3. طبعا اكيد حتى بالايد ابلل يعني خليه يتشرب، ويعني يتشرب المي كليته. وبعدين ابلش اعجن كل 10 دقائق، كل 15 دقيقة عجنة. والجريش يحب العجن، كل ما تعجنوه هواية كل ما ينطيكم نتيجة افضل. شوفوا هنا، ومن تجون عليه مرة ثانية، هاي بعد 10 دقائق من خليت له
كوب ونص ماء. شوفوا شلون يصير مثل الرمل، شوفوا، ويصير قوي. فهنا راح اراجع على العجانة وراح ابلش اضيف الماء شوية شوية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهنا أنا صار عندي جاهز مثل ما تشوفون، بعد ما عجنته بإيدي تأكدت إنه العجينة، شوفوا شلون صارت عجينة كلش حلوة، صارت جاهزة العجينة. فهسه خلونا نبلش بالكبة. هسه خلوني أجهز الميز حتى نبلش نسوي الكبة. شوفوا العجينة صارت جاهزة عندي، راح أعجنها شوي وراح أخليها أيضا ترتاح 5 دقائق 10 دقائق بين ما أحضر الميز والمواد حتى نبدي نسوي الكبة. وهنا مثل ما تشوفون طبعا مبلشة أنا أسوي الكبة. انحذف هواية مقاطع من عندي من هذا الفيديو لأنه كنت أصور وكنت مبينة أنا بالفيديو، فكلش أعتذر من عندكم. اضطريت أحذف من عنده لأنه أنا دا أسوي فكنت مدنقة، وتعرفون بما أنه أنا ما أبين نفسي فأكيد اضطريت أحذف المقاطع مع الفيديو. المهم فهنا أنا سمك العجينة أسوي خفيف. طبعا هنا سويتها كبيرة وراح أشوف لكم إياها. هسه حطيتها تصور وبالجدر الكبير اللي نسوي بيه الدولمة، من هالقد ما حجمها كبير صراحة. حبيت أسوي بالقبق الكبير مال، يعني هو عادي القبق مال جدر، فطلع حجمها كبير. وحرت بيش أسويها آخر شي حطيتها صدقا بجدر الدولمة، يعني هو جدر اللي نسوي بيه الدولمة. يمكن تشوفون قياسها عالي بس صدقا هي طلعت حجمها كبير. وراح تشوفوها حتى على قد الصينية، راح تشوفوها الصينية مستطيلة يعني على عرضها. فهنا أنا كما تشوفون أخلي أبلل النايلون اللي جوا. طبعا ما كان عندي نايلون أبيض، هنا طبعا بالجدر الكبير مال الدولمة ووالدي يطلعها فما قدرنا نطلعها إلا طفيت الكاميرا وأنا وياه طلعناها. فرغنا الماء وطلعناها على كيف ما تشوفون على عرض الصينية المستطيلة. طبعا هذه الصينية فعلى عرضها كانت، بس شنو طعم الكبة كلش طيب هنا. فصورت لكم أيضا مرة ثانية، طبعا صورت لكم بوضوح أنا وأشتغل بالكبة. شوفوها شلون خفيفة، والله كلش عجبتهم وطعمها كلش خفيف. يعني حتى أختي الصراحة كلش عجبتها، وأمي وأبويا كلش يعني عجبتهم، حبوها أكثر من الكبة الصغار، يعني حبوا الحجم الكبير. هنا هذه المرة الثانية ما أدري الثالثة صراحة هم دا أصور لكم إياها، بس هالمرة شوي انتبهت يعني على الكاميرا. تعرفون من واحد يشتغل ويصور مرات ما ينتبه، يعني يندمج بالشغل وما ينتبه. هنا أنا إذا تحبون تخلون قطعتين نايلون أو قطعة واحدة، هاي أكيد حسب الرغبة، بس أهم شي تبللون النايلون شوية. وهنا أفتحها بالشبك، وأكيد أقيس حجم الدائرة بالقبق اللي انتم تحتاجوه. شوفوا هنا أنا أشيله بكل سهولة، أكيد ما سرعت الفيديو حتى أشوف لكم إياه. وهنا طبعا بس نسيت خطوة واحدة، المفروض القبق شوية تبللون الأطراف مالته. طبعا هنا خليت كنيساي لأنه ستيل اليد ما تتعكس، فهنا المفروض تبللون الأطراف مال القبق شوية بمي حتى لا يلتصق عندكم من تطلعوه. أنا هنا نسيت صراحة، فهنا أنا أشيل الزايد. هنا أتأكد إنه أشيله كله حتى تطلع الدائرة حلوة وعدلة. وبس مثل ما قلت أذكرها مرة ثانية هذه النقطة، تبللون أطراف القبق حتى تطلع بسهولة عندكم ما تلتصق. هسه راح تشوفوها عندي شوية لزقت لأنه نسيت أبلل أطراف القبق بالمي حتى بسهولة تطلع عندكم. وراح تشوفون أسوي قطعتين أكيد، وأخلي الحشو بعدين أخليها بالجدار. طبعا راح أسلقها أمامكم حتى تشوفوها، لأنه قبل شوية ما خليتها من البداية، فهسه بقيت الكاميرا مفتوحة حتى تشوفون أنا أطلعها، أنا أسلقها وأنا أطلعها. فسويتها قدامكم كلش سهلة وكلش بسيطة، حتى أسهل من الكبة الصغار، يعني الصراحة ما تتعبكم. شوفوا هنا أنا طلعتها شوية كانت لازقة، طبعا هي طلعت بس حسيتها شوية لازقة، كان المفروض أبلل أطراف القبق. وهنا أنا حاولت بهذا الكيس الأبيض الصغير أسوي، بعدين لا شلته لأنه حجم كبير حجم الكبة. فيفضل إنه هذا النايلون الأبيض مال قبل التخين صراحة، بس هم متوفر عندي، جبت علاقتين جدة
وقعدت اشتغل عليها. هنا اسويها بالشبك حتى اطلع الهواء الزايد اللي بيها، وبعدين الاطراف اضغطها بايدي. ومثل ما تشوفون هذه الكبة اخليها بين طبقات النايلون، يعني بين كل وحدة اخليها طبقة نايلون واجمدها، وراح اشوف لكم اياها. طبعا راح اسلقها هي وجامدة، يعني اطلعها من مجمدة واسلقها وياكم. يعني خاف تجيني تعليقات تقول ندى زين اجمدها وبعدين خاف اطلعها وتنفل، فراح اجمدها وراح اسويها وياكم. الكبة الكبيرة اللي قبل شوية سويتها هاي رأسا سويتها بدون ما اجمدها، بس هاي راح اجمدها واشوف لكم اياها حتى بس تعرفون كل الخطوات. هذا العجين طبعا تعرفون هاي البقايا اللي تكون شوية مبللة من نسوي العجين، من نسوي عفوا الكبة الكبيرة يبقى اطراف العجين شوية مبلل، فخليني اسويها صغار لانه ايضا ما تكفي، فسويتها عادي كبة جريش صغيرة. مثل ما تشوفون ما تكفي اسويها وحدة، بلشت تقريبا 4 وحدات طلعت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. مثل ما تشوفون هذه هي الكبة اللي سويتها، خليت بيناتها طبقات النايلون، وهسه اكيد راح اجمدها وراح اسويها وياكم وراح اشوفكم. راح ابقي الكاميرا مفتوحة حتى تشوفوها انا اسويها، انا اسلقها هي وجامدة. وهنا ثاني يوم بعد ما جمدتها شوفوا هنا أنا طلعتها من المجمدة وهي جامدة. طبعا أكيد رتبتهن بهذا الشكل، بس بقيت النايلون طبقات النايلون بيناتهن ما شلتهن، فهسه راح أشيل النايلون من عندهن وراح أروح على الطباخ أسلقها. طبعا بالمي حطيت أكيد مي حار خليته يفور، وبعدين خليت ملح شوية وخليت شوية كمون وشوية بهارات كبة يعطيها طعم كلش طيب مي السلق. بس لا تنسون الملح أهم شيء أكيد. طبعا هذه المعلومات للمبتدئات اللي يتعلمون الطبخ أكيد الكل يعرف. فهنا مثل ما تشوفون راح اخليها بكل هدوء، اخليها بالمي، لازم اتاكد انه المي حار يعني يفور. وهنا انا اخليها بس شويه احركها، يعني اشوفها انه يعني حتى خاف لازقه حتى ابد لا تلزق. وهنا مثل ما تشوفون طبعا اعتذر اذا تسمعون صوت لانه خطار يمنا، فكلش اعتذر منكم اذا تسمعون صوت سوالفهم. فهنا أنا تاكدت منها انه ما لازقه بالجدر، واخليها من الطوف اكيد معناتها هي استوت، وتشوفوها تكون لينه، يعني من الطوف تطلعوها شويه تشوفوها لينه معناتها استوت صارت تمام. وانا ما راح اطفي الكاميرا، طبعا راح اسرع الفيديو بس ما راح اطفي الكاميرا، راح اشوف لكم اياها ايضا شلون اطلعها. ومثل ما تشوفون هذه هي الكبة صارت جاهزة، طفت بالمي دي فوق صعدت معناتها صارت جاهزة استوت 100%. طلعتها وخليتها بماعون واتأكد من المي. طبعا من اريد اخلي كوباية ثانية اتأكد انه المي حار يعني ما برد شوية تحسوه، اتأكد انه هو ديفور، وراح اضيف الكوباية الثانية. وايضا حبيت اذكر لكم فد شغلة نسيتها. طبعا اكو الكبة يعني اكو ناس يحطون ويا الجريش يحطون لحم، فاكيد هاي حسب الذوق والرغبة. يعني ايضا اكو نوع يخلطون ويا الجريش عجين الجريش ويحطون لحم مثروم كلش ناعم ويعجنون ويا العجينة، فهاي اكيد حسب الرغبة، هذا الشيء اختياري راجع لكم. وهذه هي الكبة ايضا هنا حسيتها يمكن بعدها، فدا اتاكد من عندها، واكيد اذا بعدها راح ارجعها واذا مستوية راح اطلعها، وراح ابقي الكاميرا مفتوحة وياكم واني اسوق الكبة.
وهذا شكلها، شوفوا شكلها ايش قد شاهي. اتمنى تجربوها، طريقة جدا سهلة وبسيطة، حتى اسهل من الكبة الصغيرة، يعني ما تتعبكم وغير مكلفة، وبنفس الوقت شكل وطعم روعة. اتمنى تجربوها وخلوني اشوفكم شكلها من الداخل. شوفوا شكلها شلون خفيفة العجينة، اهم شي تكون عجينة خفيفة مو ثخينة، تطلع كلش طيبة. واتمنى تجربوها، ولا تنسون تخلون لايك، تقدرون تعبي على هذا الفيديو لانه صراحة كلش تعبت بيه. اتمنى تخلون لايك وتشاركون الفيديوات، واذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس الاشعارات، خلوا على الكل. وهسه اقول لكم مع السلامة في حفظ الرحمن. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله.